ده ايه النتيجة دي يا جدعان؟ ايه النتيجة دي؟ نفسي حد يفهمني يا جدعان. واحنا كنا بنلعب مين عشان ابقى فاهم؟ بس هو كأس العالم بدأ بنلعب بلجيكا دلوقتي، ده اللي لعيبة الأردن واخدة لك اللاعب المصري يمين في شمال في يمين في شمال. فيها يا عم، فيها يا عم، تحترمنا يا عم شوية يا عم. لا وحلمي طلعنا بيشوف بيتكلم ميدو جابر قال بيحسسنا ان هو في خطة، يعني في خطة وميدو جابر مش عارف يعملها. يا راجل ده احنا ولا شايفين خطة ولا شايفين اي حاجة، ولا في تكتيك ولا في لعب ولا عرضيات ولا اي يا ابن لذينه. انت بس بتحدف لاسلام عيسى ويلا مع نفسك كده ورينا تعمل ايه. لكن لعيبة الاردن ايه؟ ماسكة عليك كورة، ماسكة عليك كورة، عمالة تباصي وتغير الملعب وتباصي يمين وشمال وترجع وتطلع وانت واقف بتتفرج عليهم. اتعلم هلا، اتعلم هلا. شايف يابا؟ شايف الاجوان يمين وشمال وار2 وار3 وكل حاجة، واحنا مش عارفين نعمل اي حاجة. بس تعرفوا احسن حاجة حصلت في الماتش دوت؟ ان احنا مش هنشوف المنتخب ده تاني. التيم اللي هو كونه حلمي طولان ده ان شاء الله مش هنشوفه مع بعض تاني، خلاص اخر مرة دي ان شاء الله، عشان احنا صحتنا على قدنا ومعانا عيال عايزين نربيها. لكن اللي بيحصل ده كده عايزين يخلصوا علينا كلنا. بقول لك يا صديقي، تدي كام سالب من 10 للمنتخب النهارده؟ شكرا.